السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام أحبتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وإن شاء الله ربي ينعم عليكم بالصحة والعافية. ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي اللي نتمنى من كل قلبي أنه ينال إعجابكم. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وتصوموا بالصحة والعافية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. نسأل الله أنه يبلغنا ويبلغكم ليلة القدر إن شاء الله، ويعتق رقابنا من النار. وصفة اليوم إن شاء الله اللي راح نتعرفوا عليها هي عبارة عن وصفة التومية الصحية، أو صوص بلانش تستعملوها في عديد من الوصفات الجاهزة. راح نتعرفوا عليها. مكوناتها بسيطة وسهلة وسريعة، وأهم شيء صحية، ما فيها لا زيت لا فرينة لا مايزينة، وما تطيبش فوق النار، يعني تحضر تمتمة في ثواني. مكوناتها هي اللي أمامكم في الصورة: 2 علب نتاع فرماج ريجيم، نصف حبة قارص معصورة، فصين توم، ملح بزار، و3 حبات مثلثات جبن، وكريمة طازجة، عفوا كريمة سائلة. راح نحطو في صحن، نحطو الفرماج ريجيم. بالنسبه اللي ما يعرفش الفرماج ريجيم، كاين اليسرى اللي يسموه البتي سويس، اللي في المربعات، هذوك اللي يجوا مربعات، 2 و3 حبات نتاع 3 مثلثات نتاع فرماج المثلثات، وفصين ولا فص واحد نتاع الثوم على حسب حجمه مرحي، وايضا ملح وبزار. بالنسبه للبزار اللي هو الفلفل الاسود، ديروه بين اصابعكم ذره فقط، ما تكتروش باش ما يبان لكمش. نصف حبه نتاع القارص او الليمون معصوره، عصير نصف حبه قارص، وكريمه السائله، كريمه الطبخ فقط. استعملوا كاس غير مملوء، كاس نتاع الشاي غير مملوء، او ربع كاس هذاك الكبير اللي نعبروا به. المهم وتخلطوه بلا فوي، يعني بالمضرب اليدوي فقط. انا ما كانش عندي فخلطوه، ضربته بالمضرب الكهربائي ثواني ويكون جاهز عندكم. شوفوا كيفاش داير، يعني تحضروه في اخر دقيقه وتستعملوا عنده عده استعمالات، وتحتفظوا به في الثلاجه. شوفوا هنا هذا برد، من بعد ما حطيته ربع ساعه في الثلاجه شوفوا كيفاش برد معايا. شوفوا كل ما بغيتوه يجيكم سائل تضيفوا ليه الكريمه السائله، كل ما بغيتوه يجيكم جامد تنقصوا عليه الكريمه السائله، وتستعملوه في جميع السندويتشات. المملحات ايضا اللي كانت تبغوا تغطسوهم في صوص، ايضا المشويات سواء كباب ولا كفته دجاج ولا لحم، تستعملوه ايضا في البرجر، تستعملوه في عده سندويتشات لكم، وفي السلطات ايضا. والبنه ما نقول لكمش، اهم شيء صحي وبنين بنين بنين بنين. ما تصدقونيش حتى نجربوه، جربوه وانا متاكده انه راح يعجبكم. نتمنى انه فيديو اليوم يكون نال اعجابكم. نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. دعواتكم لي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش اني احبكم في الله. سلام.